في فرق بتتبني وفي فرق بتتولد عشان تخطف الأنظار، وإنتر ميامي اتخلق حوالين اسم واحد، ليونيل ميسي. أسطورة خرج من أوروبا وهو شايل كل المجد، بس قرر يبدأ من جديد ويشد الرحال على دوري يعني بيحاول يفهمه وفريق لسه بيتكون حواليه. ميسي في ميامي مش بس مجرد نجم بيلعب، ده هو القائد والعقل والروح، وكل الكورة يعني بتبدأ معاه وكل الخطورة بتتخلق بلمساته. بس النجومية لوحدها مش كفاية، لما الضغط بيزيد والخطوط بتتفك، هل ميسي يقدر يشيل الفرقة لوحده ولا المنظومة هتغزله في اللحظة الأخيرة وتنزل بتتر النهاية؟ انتر ميامي أغلب الوقت بيلعب ما بين طريقتين، 4-4-2 أو 4-2-3-1، وبيعتمد على مرونة في التحول ما بين الهجوم بشكل سريع خاصة على الأطراف، اللي بيبقى فيهم جوردي ألبا، والناحية التانية بيبقى فيه اللاعب مارتينيز. التشكيل دايما بيتكرر في فريق انتر ميامي، او التشكيل الثابت ليهم هو الحارس اوستاري او كالندر احيانا، وبيلعب بالدفاع في وايجنت وفالكون، هما الاتنين المساكين، وعلى اليمين والشمال مارتينيز، واللاعب طبعا الخبرة المشهور الاسباني ألبا. وعندك في خط النص بيلعب هو الارتكاز بتاعهم هو بوسكيتس، ومعاه كمان بيلعب كريماتشي، واحيانا بيبقى موجود ريدوندو او تلاسكو او سكوفيا. اما بقى في الهجوم فبيلعب فيه طبعا اهم اتنين في الفريق، او الاهم والاقل اهمية، ميسي وسواريز، والاتنين بيتبادلوا ما بين يعني اللعب كمهاجم صريح والنزول شوية لتحت كصانع العاب. طبعا ميسي طبعا بيعمل الدور ده اكبر، بس برضه سواريز عشان عنده طبعا يعني في الجزء البدني او القوة عنده، بيبقى ساعات بيقدر ان هو يستلم بالتمريرات طويلة للفريق. المدرب بيميل لفكرة البناء من الخلف، لكن الدفاع مش دايما قادر يطبق دوت، وده بيخلي الفريق في اوقات كتير يتعرض لهجمات وضغط واخطاء ممكن بيخسر الفريق يعني مباريات مهمة وحاسمة. وبالفعل ان هو فعلا يعني افقد الفريق نقاط كتير ومنعه من ان هو يتقدم كويس يعني في الدوري او في كل البطولات اللي هو مشارك فيها. هنتكلم على الافضل هو ميسي في المقدمة طبعا، مساهم في 17 هدف خلال 13 مباراة بنسبة دقة تمرير اعلى من 85%. ويجي بعديه بقى سواريز 5 اهداف زائد 8 تمريرات حاسمة، وطبعا دوره الاهم مش في التهديف بس انه كموزع للعب من العمق. وعندك في كمان طبعا بيجي بعديهم بوسكيتس، ده رغم بطء التحرك عنده واللياقة البدنية ضعيفة، الا ان هو بيقدر ينظم الريتم في الفريق بشكل كبير جدا، وبيحافظ على نقطة الاستحواذ للفرقة، ويمكن هو يعني بيمثل اهمية كبيرة قوي للفريق انتر ميامي، وبيخليهم ان هم يعني يعتبر هو الوصلة ما بين الخط الدفاع اللي هو الضعيف نسبيا وخط الهجوم اللي هو قوي جدا. لو بوسكوتس مش في حالته الفرقة بتتأثر بشكل كبير جدا. نروح بقى للأضعف، الدفاع ككل يا جماعة. الدفاع الفرقة كله عيان، مفيش لاعب في الخط الخلفي تقييمه يعني على مدى الموسم ثابت، يعني كلهم اكتر اللعيبة واخدين ما بين مثلا نسب اللي هو 6 أو 6.5، محدش حتى وصل حتى ل7، حتى في 7 حتى من 10 حتى في التقييم الإجمالي بتاعه في أي مباراة. يعني أوسكاري رغم خبرته واخد تقييمات ما بين 6 و6.5. وعندكم كمان المساك التاني اللي هو وايجنت، هو ضعيف جدا جدا في التغطية العكسية لما بيتعمل عليهم هجوم مرتد، وبيكون عنده أخطاء كارثية. فهو يعني تقريبا هو ده الدفاع عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا. الاتنين موقعين الفريق في بلاوي كتير، ويعني ممكن دي تكون هي السكة الأقرب لأي فريق هينافسهم، إن هو يحاول إن هو يشتبك مع الدفاع دوت. الأسلوب التكتيكي، الفريق بيعتمد على التمريرات القصيرة لبناء اللعب، استخدام ميسي كصانع ألعاب متحرك، وأدوار مزدوجة لسواريز كصانع لعب ومهاجم، دعم هجومي من الطرفين عن طريق تلاسكو وألبا
لكن العيب الرئيسي الضغط البطيء عندهم، والكثافة الدفاعية كمان قليلة، فالمساحات بتظهر بسهولة لما الفريق بيفقد الكورة. تحس الملعب بقى فيه مشكلة، يعني الدنيا فيهم ما بتبقاش مظبوطة قوي. الميزة بس ان في لحظات ممكن الفريق يعني بيقدر يخلق فرصة هدف من لا شيء بسبب جودة ميسي وسواريز. يعني رغم ان الفريق فيه مشاكل وعندهم فيه نقط ضعف كتير، بس هم ممكن في اي لحظة الفرقة بتقدر انها ممكن تحط جون. انت عندك ميسي طبعا وفي سواريز، فيعني اللي هو انت جاي تقول ايه؟ يعني انت الكرة ممكن لو جات لهم في لحظة الفرصة الواحدة هم مش هيستنوا عليك، هيخلصوا على طول. بالنسبة بقى لنقاط القوة والضعف بوضوح. القوة، الفريق عنده خبرة كبيرة جدا في الخط الأمامي، مهارات فردية طبعا تقدر تحسم أي مباراة، يعني ما فيش أي حد ممكن يتكلم عن الموضوع دوت. بالنسبة للفرقة عندها طبعا مهارات فردية ولاعيبة كبيرة جدا، وإن البناء عندهم هادي جدا للهجمات، خاصة ضد الفرق اللي بيلعبوا لو بلوك أو بيلعبوا يعني بالضغط اللي هو المتأخر، أو الضغط اللي هو اللي بيبقى يعني مثلا ممكن من بعد نص الملعب التاني. ده بيساعدهم جدا في ان هم يقدروا ان هم يبنوا الهجمات بشكل مستريح. وطبعا عندك بوسكويتس الهدوء بيقدر يمشي ويوزع، وميسي ينزل يستلم، او سواريز الفرقة بتقدر تتحرك مع انطلاقات طبعا قلبة، بيبقى عندهم الموضوع في اريحية كبيرة جدا. اما بقى بالنسبة لنقطة الضعف، فهي يعني طبعا البطء في المرتدات الدفاعية. عندهم بطء كبير جدا في المرتدات الدفاعية، يعني هم لو عملوا هجمة والفرقة التانية قبلت على طول بهجوم معاكس، الفرقة يعني ما بيلحقوش تقريبا، هم كلهم بيسلموا. اما بقى في كمان النقطة التانية بالنسبة للمشاكل، فهي المشاكل في التغطية الفردية. واحد ضد واحد هتعدي. يعني مثلا لو هنحط مثلا تريزيجيه او مثلا زيزو او لعيبه مثلا كتير برضو من الاهلي عندهم ناحيه فرديه عاليه، امام عاشور، هتحطهم في مواجهات فرديه لا يقدروا يعدوا. اللعيبه دفاعيا اغلبيتهم واعيين تماما، يعني النقطه الدفاعيه او نقطه الشراسه عندهم مش موجوده. يعني مفيش كمان برضو يعني بغير حتى يعني خط الدفاع اللي هو متأثر جدا، برضو مفيش عندك لاعب خط وسط قوي بدنيا لاستعادة الكرة. يعني انت لو انت مسكت الكرة عليهم وابتديت تتحرك يمين وشمال وتضغط، ما عندهمش اللي يقدر ان هو يبقى، يعني ما عندهمش اللاعب اللي هو عنده السبع رئات، او اللاعب اللي هو بيقدر ان هو يجري كتير وبتاع ويستحمل في ان هو يقدر يرجع كرة تاني. فدي طبعا هي ابرز نقطتين عندهم في الضعف اللي مودين طبعا الفرقة في حتة تانية خالص. هل انتر ميامي جاهز لكأس العالم للأندية؟ الخصم الأول هيكون الأهلي المصري، وطبعا الأهلي فريق منظم، فريق بيلعب بسرعة، وطبعا فريق بيعمل ضغط عالي، وده النوع اللي بيسبب مشاكل كبيرة جدا لفريق انتر ميامي. أي فريق لاعب انتر ميامي بالضغط العالي خسره وشيله كتير، يعني الفرقة فعلا لما فرقة بتعمل عليها ضغط عالي الفرقة فعلا بتقع. هما ما عندهمش اصلا يعني قوة في المواجهة، وطبعا عندهم اكتر من الدفاع فيه مشاكل، ما بيعرفوش يسترجعوا الكرة بسرعة، فطبعا اللي بيعمل عليهم ضغط عالي الفرقة بتعاني قصاده. فلو قدروا ان هما يسيطروا يعني على الريتم ويبعدوا عن الضغط ممكن يخلقوا فرص. لكن الاهلي لو سيطر على وسط الملعب، الاهلي هيبقى يعني تقريبا خد الماتش في ناحيته خالص. الدفاع هيقع تحت ضغط كبير، وميسي لوحده مش كفايه ان هو يكون نقطه تحول للفريق. يعني انت لو قدرت ان انت تفصل ميسي، اكيد طبعا ده هيبقى يعني ده اكيد المدرب حاطه في دماغه ان هو يفصل ميسي. بس اكيد برضه انا بضيف برضه نقطه، ان برضه قبل ما تفصل ميسي لازم تفصل بوسكويتس، لان هو اكتر واحد بيمرر، او هو محور تمريرات الفريق كله، او نقله من النقطه الدفاعيه للنقطه الهجوميه. الملعب هو الفيصل، واللي بيكسب مش اللي عنده شهرة بس، اللي بيكسب اللي عنده منظومة. هل فعلا انتر ميامي يقدر قدام اكبر فرق في العالم ينافس، او حتى ابطال القارات، ولا الموضوع كله هيبقى بالونة وهتنفجر اول ما يقابل تحدي حقيقي؟ بكده نكون فكينا شفرة انتر ميامي
بس لسه في فرق تانية ولسه في اسرار، كل فريق وراه حكاية، واحنا شغلنا ان احنا نكشفها. كان معاكم شريف ابراهيم، ودي كانت اولى حلقات برنامجنا حريف مع شريف. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك وفعل الجرس، واستنى عشان اللي جاي نار.